اول حاجه نص كيلو سمنه تكون حاطاه في التلاجة ومبرداه، اي نوع سمنه، بس يفضل طبعا تكون سمنه بلدي بتديكي طعم رهيب قوي. نص كيلو سمنه عليه ربع كيلو سكر. واسيب لكم كل المقادير برده في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرام، بس طبعا عشان الغريبه تطلع معاكي مظبوطه جدا تعمليها بالميزان افضل، يعني علشان لا تقللي جرامات ولا تزودي جرامات. طبعا كده ضفت السكر على السمنه، وطبعا لو بتحبها يبقى ريحتها حلوه هتحط عليها 2 بيكو او 3 فانيليا. اضرب ده كله كده مع بعضه. انا طبعا بصور بيض واحده لان اصلا انا بعمل الغريبه دي عند اخويا في شبين، فما عنديش حامل يعني. هضربهم مع بعض بقى برجع لكم تاني. بصوا حبايبي بقى القوام كريم ازاي. بعد كده ايه، عيال اخويا ما عندهمش ميزانه طبعا، وزن الكيلو ده بره اهو، ونخلاه اصبه على طول. اتمنى منكم الله يسعد قلوبكم وما تستخسروش فيا اللايك. طبعا السمنه دي يا حبايبي سمنه بلدي، سمنه بلدي بقري يعني. على طول كده تلفها في بعضها كده، والغريبه عجيني فيها زي ما انت عايز، ما تخافيش منها بقى، مش زي الكحك والبسكوت ما بيعوزوش عجين كتير عشان ما ينشفوش منك، وكمان تلاقي العجينه ايه بتمط منك كده وعامله زي عجينه العيش كده لو انت عجنت في البسكوت والكحك بالذات يعني كتير. لكن الغريبه خد راحتك فيها يعني، تفضلي تعملي فيها كده تبصها ببعضها كده. انا هوقف الفيديو لحد ما ادخلها ببعضها كلها، وادخل كل الحاجه ببعضها كده بايدي الاتنين مع بعض قصاد بعض، علشان مش عارفه اعمل بايد واحده عشان الكميه كبيره وكده يعني. طبعا لو لقيت العجينه جامده بتفضلي تعملي فيها كده لحد ما تلاقيها دخلت في بعضها. بصوا يا حبايبي بعد ما لقيتها في بعضها ما شاء الله بقت عجينتها عامله ازاي. تعملي صوبك عليها كده ما تلاقيش تشقق معاك، بتبقى في الاول بتغلبك شويه كده على ما تلاقيها بدات تنعم معاك. هتاخد زي 6 دقايق او 7 دقايق كده ايه. لا بصوا بقى يا حبايبي، لو انت عاملاها في الصيف والجو حر عندك قوي لقيتها بدات ايه تلزق في ايدك قوي كده، حطها في التلاجة لمده 5 دقايق. بتعملي بقى ايه الحجم اللي انت عايزاه، تكوريها. طبعا زي ما قلت لكم كان ماسكه التليفون بايدي، فعلشان كده ايه بعد ما بتعملها كده على ايدك بترجعي بين ايديك وبعضها كده، تحطي الكفين على بعض وتكوريها. هكورها وارجع اوريلكوا تاني. بصوا يا حبايبي بين كفينك وبعضهم كده بتبقى في الكف في النص كده، وتبرميها وتبرميها لحد ما تلاقيها كرة كده، بس ما تضغطيش عليها جامد عشان تديكي الملمس الناعم ده كده كرة. وبعد كده بترصيها في الصينيه اللي انت هتحط فيها. طبعا الصينيه مش بتدهنها اي حاجه خالص، لان الغريبه بيبقى فيها سمنه كتير، فمش محتاجه انك تدهني ايه الصينيه حاجه يعني ايه زيت ولا سمنه ولا حاجه من دي. بتزينها بقى اللي انت عايزاه، بندق، لوز، عين جمل، اي مكسرات سوداني. احنا هنزينها بكريسبي. الكيلو دي بياخد معاك نص كيلو سمنه وربع كيلو سكر مطحون. ويفضل طبعا في الغريبه بالذات انك تجيبي لها ايه سكر جاهز يعني، لان السكر الجاهز بيبقى حلو قوي في الغريبه. وتكوري بقى وترصي. شايفين ما شاء الله ملمس الغريبه عامل ازاي. لما تلاقي الكرة طالعه معاكي كده مفيهاش اي تشققات تعرفي ان العجينه ناجحه معاكي، وتطلعي اجمل شويه غريبه افضل بكتير من الجاهزه واوفر بكتير طبعا، وحاجه نضيفه كده عاملاها على ايدي. نخلص بقى وارجع زينها معاكم ونخبصها مع بعض بطريقه حلوه. واهم حاجه في الغريبه خبيز، الغريبه ما هي الا خبيز. كلنا بنعرف نعمل العجينه، بس اهم حاجه في الغريبه انك تخبزها صح. خبزتها صح تطلع معاكي كويسه جدا واجمل من الجاهزه بكتير. خبزتها بطريقه غلط هتسيح معاكي ومش هتبقى حلوه خالص. هنا بقى يا حبايبي كان عيال اخويا جم من الصلاه، واحد مسك التليفون يصورني والتاني دلوقتي هيعمل معايا. انا كنت بعمل الغريبه ديت عند اخويا، كنت عاملاها لهم يعني، وما شاء الله طلعوا شويه غريبه بقى ولا كلمه والله يا حبايبي. اهم حاجه في اللي جاي ده طبعا الغريبه الطويله ديت لو عايزه تعملها بتعملها بكل سهوله. تمسكي حته العجينه وتعملها زي صبع الكفته، وبعد كده بتبططها تبطيطه صغيره وترصي بقى. وعلشان تطلعي الغريبه مظبوطه معاكي في التسويه اعملها يا فرن كهربائي يا فرن البوتاجاز. بلاش الفرن اللي هو بتاع الانبوبه اللي انتوا عارفينه اللي انا بعمل دايما فيه حاجتي دي، لان بتسيحها، لان الحراره بتبقى على طول مباشره على الصينيه وبتسيحها منك. مهما توطي برضو الفرن هتسيح منك وتبوظ. انا عن نفسي جربتها في الفرن العادي ده
ما طلعتش مظبوطه معايا خالص. في البوتاجاز ما شاء الله انا عامله ديت في فرن البوتاجاز. وكمان ممكن تضيفي عليها لبن بودره، أنا ما كانش عندي بصراحه فعملتها بالسمنه والسكر زي ما انتم شايفين. ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه قوي، يعني 2 كيلو الا ربع. الكيلو الغريبه العادي اللي معمول بالسمنه العاديه ب200 جنيه. اعملوا غريبه بتاعتك في بيتك هتطلع معاكي ناجحه ان شاء الله. واول ما تبداي تخبزي كده جربي 2 3، لو لقيتها فردت معاكي ابداي اطفي الفرن وهدي الحراره خالص، علشان الحراره الجامده هي اللي بتخلي الغريبه تسيح معاكي. هنا طبعا ما شاء الله عملت لي 3 صواني. كنا جايبين كريسبي بات فحبيت ازين لهم كده وخلاها شكلها حلو. ولو مش عايزه تزيني خالص احنا طول عمرنا بنعمل غريبه من غير تزيين، بس بصراحه الكريسبي الصغير ده بينطق الغريبه كده واداها شكل حلو قوي. وما شاء الله والله زي ما حطيتها زي ما لقيتها ما فردتش خالص. وبصوا بقى يا حبايبي في التسويه بتاعت الغريبه دي بالذات حاولي تخلي الارضيه بتاعتها يعني داخله على حمار كده، بلاش انك تخلي ارضيتها بيضه وخلاص. انا عملت كده وعملت كده بصراحه، اللي كانت ارضيتها داخله على حمار ادتني طعم حلو قوي. يعني اللي انا برص فيها ديت خليت ارضيتها ايه، يعني محنيه كده. اما الصينيتين التانيين خليت ارضيتهم داخلين على حمار. بتحطها في الرف التاني من البوتاجاز وتهدي الحراره خالص زي ما انتوا شايفين كده، ويبقى الفرن دافي مش سخن، لو بقى سخن جامد هتسيح منك. هنا ما شاء الله خدت معايا نص ساعه ل5 دقايق لان انا كنت مهديه الحراره خالص يعني. طلعت الصينيه ديت يا دوب ايه محنيه كده زي ما قلت لكم، وسبت الصينيتين دولت لما ادونوا ايه ارضيه حمرا شويه، كان طعمهم اجمل بصراحه. ولما تطلعيها من الفرن ما تجيش جنبها خالص عشان ما تبصمش في الصينيه معاك وكمان بتنهرى منك. سيبها لما تبرد وبعد كده ايه ابداي عبيها. ما شاء الله الغريبه زي ما حطيتها زي ما لقيتها ما فرشتش خالص، وطالعه جميله جدا من فوق ومن تحت، وكان طعمها حلو قوي. انا حتى فتحت واحده معاكم بس اتقطعت مني في المونتاج، دايبه من جوه كده ومستويه ما شاء الله. شايفين ارضيه الغريبه بجد يا حبايبي والله طلعوا شويه غريبه ما فيهمش ولا غلطه، زي الكتاب ما بيقول. تسويه مظبوطه مش معجنين من جوه، طعمهم حلو قوي مظبوطين بصراحه يعني. اعملوهم بنفس الطريقه وباذن الله يطلعوا معاكي اجمل من الجاهزه بكتير. ولو تعملوهم في الفرن الحراري اعملوهم مع درجه حراره 160 ما تعليش عن كده. وانت بتعجنوا الغريبه برضو خدي بالك من الحته دي، لو لقيت العجينه لينه معاكي حط لها معلقتين دقيق، لو لقيتها ناشفه معاكي حط لها معلقه سمنه، لحد ما تلاقي العجينه طريه معاكي خالص. بس افضلي لتي فيها كتير لحد ما تنعم معاكي لانها بتاخد وقت كتير قوي على ما تديكي ملمس ناعم. وتمسكي كرة كده تكوريها وتحطي صبعك فيها، لو لقيتها ما شققتش معاكي تعرفي ان العجينه مظبوطه معاك ان شاء الله. وربنا يحسن ما بين ايديكم ويجعله عيد سعيد عليكم يا رب. وبعد ما تبرد تماما بقى تبداي تعبيها في علبه كده محكمه الغلق. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، اتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي لو انتم ضيوف جديده. مع الف سلامه.